السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل مع بعض دقيقة بامية باللحمة الريش، جميلة جدا وخطيرة ورهيبة. يلا بينا نشوف المكونات ونشوف الطريقة بتاعتها. عندي بامية متقمعة ومتقشرة، وعندي صلصة جاهزة، وعندي ريش ضاني كنت مسوياها في الفرن قبليها ومجهزاها، وعندي بقى البصل، وعندي التوم محضراه، توم مدقوق وتوم فصوص. انا كده جبت البرام عندي وحطيت فيه البامية، وقطعت فصوص الثوم وحطيتها عليه، وحطيت الثوم المهروس. هبدأ بقى احط عليهم البصل، واحط عليهم وارص فوقيهم اللحمة. الاول حاجة انا رصيت كده اللحمة فوق البامية. اللحمة دي زي ما انا قلت لكم مسويها في الفرن عشان ما تاخدش معايا وقت في قلب الطاجن. وبعدين هحط بقى عليها ادينا كده خلصنا كده اهو، حطينا ورصينا. هنبدأ بقى نجيب البصل ونحطه كمان فوقيها. بصوا دي ريش بتبقى الضلوع بتاعت البقرة، ومسويها في الفرن. وبعدين بعد ما سويتها بقى بروح مقطعاها، ببقى لفاها في قصدير ومتبلاها بس بملح وبهارات. وتعالوا بقى بصوا كده، حطيت البصل اهو فوق اللحمة، رشته كويس. وبعدين اجيب الصلصة برضو، دي صلصة برضو جاهزة مسلوقة بس ومفرومة، واخده غليان كده شويه، وببقى شايلها في الفريزر. حطيت عليها كده الصلصه. بعد بقى ما حطيت، حامله بقى المج برضو ميه وهزوده، او شوربه المتوفر عندك اعمليه. الصوص ده كان نازل من اللحمه، وحطيت عليه ميه مغليه، ميه سخنه، وحطيته فوق الباميه عشان تبقى طعمها كلها كده باللحمه الريش، جميله جدا ورهيبه. هنبدا بقى نحطها في الفرن، ونحطها في الفرن كده على درجه حراره عاليه. فرن بالكهرباء. هتقعد عندي ساعة واحدة بس إلا 10 دقايق. هتطلع معايا، بصوا، طاجن كده بامية رائع جدا ورهيب. قلبتهم تقليب كويس، وبوريكم اهو بعد كده. وجبت الغطا بقى عشان هغطيها واحطها في الفرن. جميلة جدا جدا جدا. واللحمة بقى طبعا عطيالها، رغم ان هي عطيالها ريحة جميلة. هنحطها في الفرن، وان شاء الله باذن الله بقى لما تطلع هوريها لكم. بصوا بقى كده، جبت عندي الطاجن اهو. بصوا انا غرفت على فكره، بصوا ما استحملوش الريحه، قالوا لي غرفنا على طول. وريتكم الطاجن اهو، برضو غرفت طبق اهو والريش عليه. الريش بقى طبعا استوت زياده وبقت زبده، جميله 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 جدا وخطيره. احنا هنا في المصيف بنعمله كده الاكلات السريعه. بصوا اللحمه